السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي وز الغاليين، كل سنة وانتم طيبين. عملنا كحك العيد وقرص العيد الجميلة، عاملة زي رموش العين اهي، حاجة كده زي العسل وتسوية قمر. بسم الله ما شاء الله. هنحط معانا لكل كيلو دقيق 550 جرام من السمنة، وحطيناها على النار تقدح عشان يبقى ناعم وجميل. 550 تبقى الكحكاية ناعمة وجميلة. انا السنة اللي فاتت كنت عاملاها 500 بس، السنة دي زودتها 50 جرام. عشان تعرفي هي قدحت ولا لا، انا بجيب لقمة عيش زي ما انتوا شايفين كده وبحطها في السمنة. ما تخافيش، مفيش اي حاجة بتجرى. ممكن تجيبي ليمونة برضو تغسليها وتنشفيها وتحطيها زي ما انتوا شايفين قدامكم، بتبقبق وبتغلي اهي كده. السمنة قدحت 100 100. تمام. يبقى قلنا لكل كيلو دقيق 550 جرام. جبنا الدقيق بتاعنا ونخلينه بالمنخل بتاعنا. هنجيب لكل كيلو دقيق معلقة صغيرة ريحة الكحك، ندخلها بالمصفى كده عشان ايه الحاجة اللي بتطلع منها دي ما تكلكعش في العجينة. زي ما انتوا شايفين اهي، بسم الله ما شاء الله. ودول 6 معالق سكر، لكل كيلو معلقتين. لكل كيلو دقيق معلقتين سمسم ومعلقتين سكر ونص، ومعلقة صغيرة ريحة الكحك، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، دي سنة ملح. ده كيس بيكنج باودر، انا هفضيه كله على ال3 كيلو، لان هو الكيس بيعمل 3 معالق صغيرين. وهنقلب المقادير الجافة دي معانا كلها كده في بعضها. والسمنة بتاعتنا على النار، ما طفيناش عليها، وطينا عليها، هدينا عليها النار كده خالص عشان نحطها في الدقيق. انا بحبها كده تتحط تطش في الدقيق طش كده زي ما انتوا شايفين. بصوا، بتغلي في الدقيق غليان، بتطلع بقى ريحة الدقيق خالص، يعني بتديله درجة من التسوية اهي. بسم الله ما شاء الله. نقلب بحاجة، نحطش ايدينا وهي سخنة كده، نقلب السمنة في الدقيق كده لغاية ما نشربه. اللهم صل على النبي، صلوا على النبي يا حبايب قلبي. عايزه اقول لكم الكحك بسم الله ما شاء الله طالع ناعم وجميل وطعمه زي العسل. قلبنا الدقيق في السمنه ونبس بقى. بسم الله ما شاء الله، هي سخنه شويه. يبقى قلنا بقى السمسم والسكر والدقيق والبيكنج باودر وسنه الملح. اهم حاجه في نجاح الكحك البس، زي ما انتوا شايفين كده. تبسوا على ايديكم كده لغايه ما تنعموها خالص خالص، وتحسي ان العجينه معجونه من قبل ما تحطي لبن او ميه او اي حاجه. طبعا انا بقعد ابس فيه كتير، بس انا ايه، ما بجيبش الوقت كله يعني عشان ما اطولش عليكم. انا لسه ببس فيه لغايه دلوقتي. ما شاء الله بقى زي العجينه المعجونه ازاي. هحط الروايح بتاعتنا بقى، هحط ريحه جوز الهند وريحه الموز، وهحط ريحه الورد، وهنحط فانيليا. لكل كيلو باكت فانيليا وازازه من الروايح. بسم الله ما شاء الله. نقلب الروايح والفانيليا والحاجه في العجينه. ده اللبن. طبعا كل كيلو بياخد كوباية ونص لبن، خد مني كوباية ونص، بس انا يعني بحط كده، انا عارفة الحمد لله العجينة بتاخد قد ايه وتستكفى وكده. لكن انتوا اللي عايز عاير بالكوباية عاير عشان ما يزودش. وما بحطش اللبن مرة واحدة، بحطه يعني على مراحل، اظبط العجينة في ايديا. وده باكت خميرة، حاطينه في نص كوباية، في ربع كوباية لبن وقلبناه. كل معلقة، كل كيلو دقيق له معلقة خميرة صغيرة ومعلقة بيكنج باودر صغيرة ومعلقة ريحة الكحك صغيرة اهي. بسم الله ما شاء الله، العجينة قدامكم ملبن اهي. عجنتها بسم الله ما شاء الله وزي العسل. وهجرب قدامكم واحدة اشوفها هتشقق ولا لأ، وكمان اجربها بالمنقاش. زي ما قلت لكم خدوا مني الكيلو خد حوالي كوباية ونص لبن. اللهم صل على النبي. العجينة زي العسل قدامكم اهي ما شاء الله. وممكن ناس تعجن بمية مش بلبن، بس انا متعودة ان كل المخبوزات بحط لها لبن مش مية. ولو اللبن مثلا خلص ولا حاجة ممكن اكمل بمية. ده المنقاش، هنشوف العجينة ماشية فيه عاملة ازاي.
ما شاء الله، ولا بتقطع ولا بتشد ولا حاجة ولا مفلقة. العجينة بتاعتنا تمام. لو شدت منك في المنقاش او قطمت كده تبقى محتاجة شوية مية كمان. دي اللي هنغطيها بالكيس كده ترتاح ثواني بس لغاية ما نجهز الصواني بتاعتنا ونعمل الملبن. هنجهز الصواني ونعجن الملبن اللي احنا ايه هنحطه في الكحك. معايا كيلو الا ربع ملبن، نضفته كويس من النشا بتاعه وحطيته كده في البولة. كل كيلو دقيق بياخد ربع كيلو ملبن. ولو انت عايزه بقى تكبري حته الملبن وتزودي شويه مفيش مشكله، وفي ناس بتحشي مكسرات وفي ناس بتحشي عجوه وفي ناس بتحشي عجميه، كل واحد يعمل اللي هو عايزه. احنا هنحط على الكيلو الا ربع 3 معالق سمنه بلدي، وهنحط معلقه بيكنج باودر صغيره. انا ما كنتش حاطه السنه اللي فاتت فحطيت السنه دي وقلت اجرب. قالوا ان هي بتنفش قلب الكحكايه كده من جوه وتخليها حلوه. طبعا كان عندي كيس مفتوح خدت منه معلقه صغيره قفلته بالمسبك زي ما انتم شايفين جنبي كده. الكحك ما شاء الله عجنته وعملته كور صغيره كده وخليته جنبي. جبنا بقى العجينه بتاعتنا يا دوب ريحت حوالي 5 دقايق كده او 10 دقايق زي ما انتم شايفين كده. نحشي بقى ونقفلها كويس عشان المحشي ما يخرجش من الجوانب ولا يجي في قلب المنقاش. حشيتها وبعد كده قفلتها وقلبتها على ايدي كده وكورتها. عايزه بقى تعملي الكحكايه صغيره تعمليها كبيره على حسب ما انت عايزه. بسم الله ما شاء الله المنقاش ماشي فيها زي الحلاوه اهي. الله اكبر. تنقشي بقى النقشه اللي انت بتحبيها والشكل اللي انت عايزاه اهي. اللهم صل على النبي. انا ما دهنتش الصينيه اي حاجه، احنا بندهنها بس في البسكوت، بندهنها كده نقطه زيت صغيره ونمسحها بمنديل. اما الكحك والقرص بنحط فيها على طول. اللهم صل على النبي. شوفوا ما شاء الله الملبن برضو انا عامله الكرة كبيره مش صغيره. احنا بنحب الملبن فيه يكون كتير زي ما قلت لكم. حشيناها فرغناها كده وحطينا فيها الملبن وقفلنا كويس، وبعد كده بنقلبها ونكعورها كده في ايدينا عشان ما يبقاش في حاجه باينه، وبعد كده نديها تكه بسيطه وتنقشيها. الله الله على الحلاوه. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ورمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. هو ده بقى الكحك اللي يتغنى له يا كحك العيد يا احنا يا بسكويت يا احنا. والشوية اللي على الطبلية دول البنات طبعا جابوا المكبس كده وعملوهم بيه. ما حبيتش ازعلهم، انا كنت عايزه انقشهم فقالوا لا احنا هنعملهم ونخليهم ساده عشان يبقى في فرق بينه وبين المنقوش. المنقوش بملبن واللي على الطبلية ده ساده. ما شاء الله سويناه زي ما انتوا شايفين كده. انا بحب لونه احمر شويه. لو انتوا هتسووه في الفرن في فرن البوتاجاز هنحطه رف اوسط على 180. ولو لقيتوه محمرش قوي من فوق تشغلوا الشوايه وتوطوها. بصي الملبنيه على فكره سخنه مولعه لسه طالعه من الفرن، قلبها مفرغ وجميل ازاي ما شاء الله. المفروض ان انا ما اشوفوش الا لما يبرد بيبقى ناعم وجميل. دي لسه سخنه ما شاء الله شايفه. ده يبقى دوب. الله اكبر ما شاء الله. هنعمل بقى القرص. جبنا برضو ال2 كيلو دقيق ونخناهم وحطينا عليهم السكر، 4 معالق سكر و4 معالق سمسم، وحطينا معلقه صغنونه ريحه الكحك. وهنحط برضو سنة الملح بتاعتنا. وده كيس البيكنج باودر اللي انا حطيت منه على الملبن فضيت بقيته. كنت واخده معلقه فهو كده كده بيبقى فيه 3 معالق صغيرين. وقلبنا الحاجه بتاعتنا. وديت السمنه برضو بتاعت القرص. طبعا انا قلت لكم عشان تعرفوا اتقدحت قوي تحطوا لقمه عيش. فهي ما شاء الله مقدوحه. حطينا 700 جرام سمنه و100 جرام زيت، لان القرص ما بتبقاش ناعمه قوي زي الكحك. وما شاء الله تطلع ناعمه وجميله وهتشوفوها دلوقتي. هنقلب برضو السمنه كده شويه لغايه ما تهدى معانا لان بتبقى سخنه. تنزل تطش في الدقيق كده احلى حاجه عشان يقعد معاكم فتره طويله وتخزنوه. يعني يفضل مثلا لو قعد شهر او اكتر. السمنه المقدوحه دي بتحافظ عليه ومبتخليش طعمه يتغير ولا اي حاجه. ما شاء الله اللهم بارك. هنبسه بقى كده زي ما قلت لكم لغايه ما تحسوا ان هو معجون في ايدينا. البس هو اللي بينجح الحاجه وهو اللي بيخليها حلوه وكويسه وناعمه، سواء قرص سواء كحك. تبسي العجينه كويس.
نقعد نبسه خالص كده لغايه ما ينعم في ايدي. شايفين ما شاء الله، ولسه ما كملناش. حطينا اللبن بتاعنا البلدي الجميل ما شاء الله. شايفين القشطه اللي بتنزل من على وش اللبن؟ ما بشيلهاش بقى ولا اغليه كده وبيته واشيل من على وشه، لا بسيبها. حاجه بلدي كلها، وبتخلي القرص والكحك طعمه زي العسل. بسيناها كويس ونزلنا عليها باللبن. برضو ال2 كيلو قرص دول خدوا 3 كيلو، خدوا 3 كوبايات. برضو الخميرة، معلقتين خميرة صغيرين دوبتها في اللبن. حتة خميرة لقيتها دعكتها بايديا اهي، كانتش البنت مقلباها كويس. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ده نص كوباية مية انا حطيتها. انا قلت لكم لو اللبن ما كفاش واحتاجنا نص كوباية مية، كوباية مية، ربع كوباية مية، مفيش مشكلة. احنا احتاجنا يعني ال2 كيلو خدوا حوالي ايه، 3 كوبايات، فاحتاجنا شوية مية، حطينا نص كوباية. لبن ما كفاش يعني. هنعجنها كويس لغايه ما تبقى في ايدينا كده زي الملبن. حطينا الروايح بتاعتنا برضو، حطينا فانيليا، وحطينا ريحة الموز، وحطينا مية ورد. ما شاء الله اللهم بارك. في ناس ما بتحبش تحط روايح، انا بحب احط الروايح، بتخلي ريحة الكحك جميل كده وهو بيتخبز. يا سلام على الروايح اللي طالعة من العجينة وانتي بتخبزيه في الفرن، حاجة كده ما شاء الله. شرب كل حاجة في قلب العجينة، اللهم بارك. حاجة كده زي العسل. جبنا بقى العجوة معانا، نص كيلو عجوة، عشان بس ما نطولش عليكم. انا حطيت عليه معلقتين سمنة وعجنته. جبت كيس كده قصيته بالمقص، وهخبز بيه ايه العجوة. جبنا النشابة بتاعتنا وهنبططها بيها. انا هعمل معاكم واحدة او 2 بالكتير خالص، واحدة كفاية. وانا عملت الباقي، هما 5 قطع. النص كيلو عمل 5 قطع. هنبط بقى لحتة العجينة، ونحط فيها الحتة العجوة اللي انا بططتها، ونبط عليها كده عشان تثبت وتمسك فيها. وبعد كده نلفها زي ما انتوا شايفين كده، واحدة واحدة. بعد كده بقى نشتغل نلف فيها كده لغاية ما نحس ان هي بقت رقيقة وجميلة. ما شاء الله العجينة زي ما انتوا شايفينها، الله اكبر، جميلة جميلة، مقادير مظبوطة 100%، ولا مشققة من اي مكان ولا اي حاجة. تظبطي العجينة في ايديكي كده ما تخافيش. واهم حاجة الدقيق، الدقيق ده ما شاء الله جميع الاغراض، دقيق كويس وجميل ناجح ما شاء الله، وما نطرش سمنة ولا اي حاجة، ما شاء الله. هنقطعها بقى وايه، وبعد كده نرصها في الصينية. بناخد الاطراف لو فيها عجوة نشيلها منها، ونرجعها تاني معانا في العجين، وبعد ايه ونعملها تاني عشان نظبط الدنيا. الله الله على الجمال والحلاوة. بصوا زي ما انتوا شايفين الرسمة طالعة جميلة. عايزة اقول لكم ان انا بعد ما الفها لو بططتها بايديا النقشة دي هتروح. فاحنا نلفها كويس ونرققها وما نبطهاش، لان في ناس بطتها فقالت لي نقشة رمش العين دي ما جاتش. قلت لهم لان انتوا اكيد بططوها. قالوا اه. قلت لهم لا هي ما بتتبططش. قالوا ما احنا خايفين تبقى تخينة. قلت لهم هي مش بتبقى تخينة، هي بتبقى رقات عجوة كده وجميلة، بس انتي لفيها كويس لغاية ما تبقى رقناها، وما تبطهاش بايديكي من فوق. ما شاء الله. كده عملنا معاكم واحدة من ام عجوة. هنعمل بقى واحدة سادة عشان مش عايزة اطول عليكم الفيديو يا حبايب قلبي. خدنا حتة العجينة برضو عملناها كده وهنبططها. معايا انا عجلة كده مشرشرة، هظبط بيها العجينة. ممكن تعملي بسكينة عادي، بس انا بقول هي بتديها شكل كده الشرشرة وتخليها شكلها حلو. هنبطها برضو لغاية ما تبقى رقيقة، لان برضو لما بتخمر كده بتعلى. اخد لها من الجنب ده ومن الجنب ده عشان اعمل الشكل المشرشر الجميل ده. هنشيل بقى اللي احنا قطعناه ده، هنرجعه تاني مكانه. والاطراف كمثل برضو بنشيلها كده.
ما شاء الله، اللهم صل على النبي. برضو بنفس العجلة وبنقطع بيها، يدي شكل من الجناب، شكل بالطول وشكل بالعرض. هنرصه في الصينية. ما شاء الله، عجينة مظبوطة وماسكة نفسها، واللهم صل على النبي، حاجة زي العسل. ادي الصواني بتاعتنا، بنخلص ونسيب الحاجة حوالي 10 دقايق وبعد كده نسويها. والقرص السادة قبل ما بتخش الفرن بجيب شوكة كده واديها ايه، يعني انا غازها بالشوكة كده اديها شكل. ودول 5 قرصات او 6 صغننين كده برضو عملناهم. ادي القرص ام عجوة بعد ما سويناها. ما شاء الله، بصوا الحلاوة، ما شاء الله، حاجة زي العسل اهي، ما شاء الله. ودول ال6 قرصات المدورين. ادي ال2 كيلو قرص عملوا معانا اللي انتوا شايفينه. وادي الكحك ما شاء الله جميل، والنقشة بتاعته ثابتة وما راحتش ولا حاجة. ودول الشوية السادة اللي البنات عملوهم بالمكبس ومرضيش ازعلهم. وما تنسوش بقى لو الحاجة عجبتكم اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. وبألف هنا وشفا يا حبايب قلبي وسع.